وككل مرة بغيت نشكر الأخوات والإخوان. قطاع النظافة قطاع اللي نبيل، قطاع اللي فيه واحد العمل اجتماعي، القطاع اللي فيه مجهود صحي حتى ديال الناس اللي خدامين فيه. فنيابة على الزملاء ديال المنتخبين بغيت نشكر الأخوات والإخوان اللي تيخدموا في هذا القطاع، ودائما تنقول مبغش الإنسان يظن بأنه اللي تيخدم في قطاع النظافة وحاشا لله، بل بالعكس نوبل ديال المهمة. وكان النظافة من الإيمان فنظافة المدينة ديالنا هي ديالها. ثانيا بغيت نشكر الإخوة ديال شركة الكومار على الدعوة الكريمة. نأكد كذلك بأنه في إطار المقاولة المواطنة ما يمكن إلا نحددوا ونشكروا الإخوان على التدبير ديال الشركة على العلاقة اللي عندهم طويل مع المنشورين ديالهم. طبعا العلاقة هي علاقة تجارية محضة بين الشركة والمنشورين، ولكن كجماعة تبقى عندنا دائما واحد الرحم، والحمد لله كنتطلقوا بالمستقبلية. الكمال الله سبحانه وتعالى، الإنسان ما يمكنش يوصل لكل شيء، ولكن لازم نشتت أنه دائما كاين واحد التفاهم من قبل الشركة، وحنا دائما في حوار مفتوح، وأظن بأنه كذلك مع النقابات دائما في حوار مفتوح باش الشركة خصها تربح طبعا، ولكن كذلك لأجل حكم الشركة خص تكون ماشي هي الكرامة، بل مرات الإنسان تحس واحد الارتياح. ما يمكن طبعا إلا نوهو المقاربة بين خير جميل يمكن تعطيه واحد الشركة، والأخص واحد المتقاعد هو أنه الواحد يتكرم الذهب ديال المقدسة. خير مقاربة ربما طبعا ماشي معناتها أنه الناس اللي مازال خدامين ما يستاهلوش، ولكن هذا الشيء اللي يعترف به أن الإنسان راه حنا نغالبو. عبد الخو كان البخاري سمع على هذه الكلمة الدارجة، الإنسان الأخص اللي غادي يتقاعد تيكون عنده واحد إحساس شوية كيحسب راسو بحال تيجي الله بحال مشى التقاعد للمجتمع والشركة وكل شيء اللي توفر. بالعكس هذه ما يمكن نسجلوها إلا كمبادرة طيبة. نتمناو أنه إن شاء الله جميع الأخوات والإخوان الآخرين كذلك، لما لا كل شيء يكتبوا الله شي حاجة في الإصلاح. احنا دائما سنكون في الجماعة خير مستمعين وخير حكماء ما بين المنشورين والشركة. أنا حقيقة جد مسرور بالتواجد ديالي معكم وخلال جميع اللقاءات اللي كنديروا، اللقاءات الاجتماعية اللي كانت كنتيجة الوفاء بشركة الكومار في الالتزامات ديال التعاقدية، وفي إطار سلسلة ديال الأعمال الاجتماعية واللقاء ديال العمال. ضروري كنأكدوا على واحد المسألة مهمة ما خصناش ننساوها، هو أن العمال كيبقاو الركيزات الأساسية والعمود الفقري ديال أي استغلال. ما يمكنش نعتمدوا على الماتيريال بوحدو ولا على رأس المال، ولكن كيبقى الرأس المال البشري هو عامل محدد وعامل أساسي وركيزة وعمود فقري ديال كل استغلال. فوجه التحية ديالي عالية لكل عامل وعاملة، لأن هاد العمال ديما كنعاودوا هاد المسألة هذه، وخصني نعاودها هاد المرة، لأن هاد العمال ديال النظافة ربما إلى جانب واحد المجموعة ديال المصالح الأخرى وهما الوحيدين اللي كيخدموا في الشتاء، كيخدموا في الصيف، كيخدموا بالليل، كيخدموا النهار. لا يفوتني أن أحيي عاليا كذلك رجل الميدان الأول السيد محمد الزنزوري الذي لطالما تواجد معنا في كل المحطات. أيضا لابد أن أحيي جميع ممثلي شركة ميكومار للبيئة، على رأسهم السيد المدير الجهوي لشركة ميكومار للبيئة السيد عزام البشومي، وكذلك السيد عبد الكريم الشرقاوي مدير استغلالية دكتور حسين. كما لا أنسى أن أحيي عاليا جميع العمال والعاملات في استغلال